بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أيها السادة والسيدات متابعينا مشاهدينا عبر منصة الفيسبوك، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم. أما بعد، أردت من خلال هذا الفيديو الجديد التطرق لملخص مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الرواندية التي لعبت أمسية البارحة على أرضية ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، حيث شهدت المباراة فوز المنتخب الوطني بنتيجة 2-0، حيث سجل أهداف المباراة كل من محمد يوسف بالليلي وجوان حجام على التوالي. ولكن قبل الخوض في تفاصيل مجريات اللعب، يجب علينا أن نأخذكم في ملخص مجمل لمجريات اللعب، حيث شهدت المباراة سيطرة المنتخب الوطني الجزائري على أغلب مجريات اللعب. عندما نخوض في تفاصيل مجريات اللعب، نجد أن المنتخب الوطني قد وجد صعوبة في النصف ساعة الأولى، وذلك راجع للتنظيم المحكم لعناصر المنتخب الرواندي في الخطوط الثلاث، وذلك بسبب معرفة مدربه الجزائري عادل عمروش بأسرار وخبايا الكرة الجزائرية. ولكن حنكة وخبرة رفقاء رياض محرز مكنتهم من تحقيق الفوز. عندما نتحدث عن النقاط الإيجابية التي يجب أن نستخلصها من المباراة، يجب علينا أن نتكلم بداية عن خط حراسة المرمى الذي عرف دخول اسم جديد، ويتمثل الأمر في أسامة بن بوط حارس اتحادية الجزائر الذي أظهر قدرات كبيرة على قلة الفرص التي سددت على مرماه. فيما يجب علينا أيضا أن نتكلم ونهلل ونبرز ونشيد بالأداء الكبير الذي قدمه النجم الجديد لنادي باير ليفركوزن إبراهيم مازا، الذي أظهر قدرات كبيرة. فيما أيضا يجب علينا أن نتحدث عن العائد من الموت لاعب نادي ليل الفرنسي نبيل بن طالب، الذي كان له دور محوري في فوز المنتخب الوطني، حيث كان نقطة وحلقة وصل بين الهجوم والدفاع، حيث كان ينقل الكرة بين الدفاع والهجوم. فيما أيضا يجب علينا أن نتحدث ونشيد بأداء لاعب وظهير الأيسر لنادي يونغ بويز السويسري جوان حجام الذي يثبت مرة أخرى أنه على قدر الثقة التي منحها إياه فلاديمير فيتكوفيتش، وأنه قادر على منافسة اللاعب الجديد لنادي مانشستر سيتي، حسب ما كشفته عدة مصادر صحفية إنجليزية مقربة من نادي مانشستر سيتي، وهو اللاعب آيت نوري. فيما أيضا يجب أن نشيد بأداء الغزال الأسمر وابن مدينة بشار ونجم خط وسط نادي نيس اللاعب هشام بودوي. فيما في خط الهجوم يجب أن نشيد بالأداء الكبير لابن الباهية وهران ونجم نادي الترجي التونسي يوسف بلايلي، الذي يعتبر رجل المباراة لأنه سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة أقل ما يقال عنها بأنها عالمية. عندما نتحدث عن النقاط السلبية التي يجب على فلاديمير فيتكوفيتش أن يأخذها بعين الاعتبار، لاحظتم عندما دخل محمد أمين مدني في مكان رامي بن سبعين شهدنا عدة أخطاء. لماذا عدة أخطاء؟ لأن محمد أمين توغاي ومحمد أمين مدني لأول مرة يلعبا في محور دفاع المنتخب الوطني، وهذا الهاجس يعاني منه المنتخب الوطني منذ أن انتهت حقبة محوري دفاع المنتخب الوطني جمال بالعمري وعيسى مندي.
وعيسى مندي. وفي نهاية هذا الفيديو أقول بأن المواجهة الودية للمنتخب الوطني ضد نظيره الرواندي مفيدة جدا لأجبال فيتكوفيتش، لأننا سندخل غمار كأس إفريقيا في مجموعة كل المنتخبات المتواجدة فيها، سواء تعلق الأمر بمنتخب السودان ومنتخب بوركينا فاسو ومنتخب غينيا الاستوائية، كلها بفلسفة ونهج تكتيكي ونفس بروفايل منتخب رواندا. فيما أقول بأن المباراة التي ستلعب يوم 10 جوان بمدينة هوتسكوم السويدية هي من ستوضح لنا كيف سيظهر المنتخب الوطني الجزائري مستقبلا. وفي الأخير تقبلوا تحياتي، كان معكم سيد محمد الإسلام، وأسأل الله العلي القدير أني قد وفقت في أن أكون في حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته.